الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا أعضاء ولا هيئة ولا صورة ولا شكل ولا مكان له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل على محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها قرباتنا وتقضينا بها شر أعداء وتكفينا بها شر أعدائنا، وسلم عليه وعلى آله صلاة كثيرة. أما بعد، عباد الله، فإني أحبكم في الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. فوالله تقوى الله ما حاورت قلب امرئ إلا وصل. يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولما آن بروز حقيقة محمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه، نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية، وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه، ونودي إلى السماء والأرض بحملها لأنواره الذاتية، وصبا كل صبر لحبوب صباه، وقسيت الأرض بعد مولدت بها من النبات حللا سندسية، وأوتيت أمه في المنام قيل لها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة وخير البرية، فسميه إذا وضعته محمدا فإنه ستحمد عقباه. أما شهر مولده فهو الشهر ربيع الأول، وأما يوم مولده من الشهر فالمعتمد أنه كان ل12 ليلة خلت من الشهر المذكور. وأما يوم مولده فهو يوم الاثنين بلا خلاف. وروي المسلم عن قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل عليه. أما عام مولده فهو عام الفيل. عن ابن عبد البر قال: ولد صلى الله عليه وسلم بعد قدوم الفيل بشهر، وقيل ب40 يوما وقيل ب50 يوما. أما مكان مولده فالصحيح المحفوظ أنه كان من مكة المشرفة، والأكثر به كان في محل المشهور بسوق الليل، ويعرف المكان اليوم بمحلة المولد. وقد روي أن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقول: ما شعرت أني حملت ولا وجدت له ثقلا كما تجد النساء، إلا أني أنكرت رفع حيضي وآتاني آت وأنا بين النوم واليقظة، فقال: هل شعرت أنك حملت؟ فكأني أقول ما أدري، فقال: إنك حملت بسيد هذه الأمة ونبيها. قالت: فكان ذلك مما يبطل عندي الحمل. فلما دنت ولادتي ذلك فقال: قولي أعيده بالواحد الصمد من شر كل حاسد. قالت آمنة: ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق، إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر، لم أعهد قبل ذلك من نفسي، فشكوت العطش فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأزكى رائحة من المسك الأذفر، فناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور، فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا
وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي القلب. يا عباد الله أمركم بالصلاة والسلام عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.